تيريس عمره 7 سنين، راح المدرسة الصبح مثل أي يوم طبيعي، ابتسم لأمه، نزل من الباص ودخل باب المدرسة الرئيسي. الكاميرا صورته، بس بعد هاللحظة اختفى. لا كاميرا صورته وهو يطلع، لا صوت، لا أثر، وبلشت أكبر قضية اختفاء بولاية أوريغون. أمه كارين اتصلت بالمدرسة لما تاي ما رجع، بس الجواب كان صادم. ما إجا تاي اليوم. كارين انفجرت تصرخ: شنو يعني ما اجا؟ شفتوه بالكاميرا؟ شرطة دخلت على الخط، بس تأخرت لأنه المدرسة ما بلغت. أكثر من 300 شرطية ومتطوع فتشوا المدرسة، الغرف، سرداب، سطح، حتى فتوا التهوية. ماكو شي. اتصلوا بالاف بي اي، كلاب بوليسية، طيارات، سونارات، وماكو أثر. لطفل عمره 7 سنين؟ مستحيل. تحقيق بدأ يتوجه للأم وزوجها. ليش كاميرات المدرسة ما بيها صوت؟ ليش الأب ما حضر التحقيقات؟ وليش الأم رفضت فحص كشف الكذب؟ بدأ الإعلام يتهمهم، بس بدون دليل. بعد شهرين وصل للشرطة ظرف ما بيه عنوان، بس داخله ورقة مكتوبة بخط طفل: أنا بخير، لا تدورون. التحليل قال 80% يشبه خط تاي، بس ما يثبت شيء. هل هو عايش؟ منو كاتبه؟ ليه؟ بعد شهرين وصل للشرطة، ظرف ما بي عنوان، بس داخله ورقة مكتوبة بخط طفل: أنا بخير، لا تدورون. تحليل قال 80% يشبه خط تاي، بس ما يثبت شيء. هل هو عايش؟ منو كاتبه؟ ليش؟ إلى يومنا هذا تاي مالكه. كل سنة تنعاد التحقيقات، المدرسة صار بيها كاميرات بكل زاوية، بس تاي بعد لوز. اكو ناس يقولون شافوه بأماكن مختلفة، بس ما حد يثبت. هاي واحدة من أغرب قضايا الاختفاء بتاريخ أمريكا.